مثلث برمودا مكان كده في الجزء الغربي في المحيط الأطلنطي. ممكن كتير كنت سمعنا عنه. هو تبع جزء من أمريكا، وجزء برمودا ده تبع بريطانيا، تمام، وجزء من تبع جزر البهاما. ركز معايا في الفيديو ده، مهم أوي. مساحته حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع. يعني إيه؟ يعني قد مصر مرة ونص. يعني مساحة مش صغيرة خالص. عايزك تعيش وتتوقع وتتخيل معايا، متستغربش. احنا ما قلبناهاش كده مرة واحدة حس جغرافيا وحساب، لا، بس كنت عايز اعيشك معايا، فاهم؟ تعرف كل التفاصيل اللي هحكيها ليك النهاردة. ليه؟ الملف ده من اغرب الملفات في الكون كله. تخيل، مثلث برمودا، مثلث الرعب. المكان اللي ياما سمعنا عنه في حكايات وأساطير، في أفلام كتير جدا. يتقال عليه مثلث الرعب، أو مثلث الشيطان، أو مقبرة الفضائيين، حصل، أو مكان الحقيقي لعرش الشيطان، أو بوابة لعالم زمن تاني، حصل. مثلث برمودا، الموضوع ده بدأ منين وإزاي؟ وأول حد لاحظ حاجة غريبة ومش طبيعية هو مين؟ مكتشف الولايات المتحدة الأمريكية نفسه، ووثق ده هو والفريق اللي كان معاه في المكان ده. قالك أنوار، حاجات غريبة، وأجسام تتراقص في الهواء، والبوصلة بتاعتهم اللي هي كانت دليل في وقتها قعدت تلف عكس بعض، يعني ملهاش اتجاه. في الآخر اتعطلت تماما، وهما جنب مثلث برمودا. سنة 1812 بنت الرئيس الأمريكي في الوقت ده كانت مسافرة على متن السفينة كات رود، تمام، ويا رب أكون بقول اسمها صح، من جنوب كالايانا لولاية نيويورك. كان مسار الرحلة متخطط لها كويس جدا، بس كان في عيب واحد، هو إنها كانت هتمر من مثلث برمودا، مثلث الرعب. واختفت السفينة تماما، هي والطقم اللي عليها بالكامل، 30 ديسمبر بالتحديد 1812. ما ظهرتش منذ ذلك الوقت لحد النهاردة، ولا حتى عثروا على جزء من حطام منها. اسمع الترتيب بالظبط. سنة 1814 اختفت السفينة الأمريكية وصلت، هي والطقم اللي عليها بالكامل، اللي كان مكون من 140 فرد في نفس منطقة مثلث برمودا. تمام. سنة 1824 اختفت السفينة وارد كات، وهي في طريقها لمنطقة كوبا، تمام، هي وطاقمها اللي مكون من كام؟ من 14 فرد، ولم يتم العثور عليهم حتى اليوم. سنة 1840 كانت السفينة الفرنسية رولزي متجهة من منطقة برمودا ضمن رحلتها تاخد المفاجأة، واختفت هي وكل الناس اللي كانوا عليها، وفشلت كل محاولات البحث عنها. بعد فترة ظهرت السفينة فجأة، وكأنها ظهرت من العدم. تخيل انت دي في مكان بعيد تماما عن مسار الرحلة بتاعتها، بعد آلاف كيلوهات أمتار من مثلث برمودا. حلو. ولما الفريق البحث دخل كانت المفاجأة الأكبر بقى. خد عندك إنها خالية تماما من كل البشر اللي كانوا عليها، ولا حتى عثروا على متعلقات ولا شنط، هدوم، ولا أي حاجة خالص تدل إن السفينة دي كان حد بيسوقها. اختفت فجأة وظهرت فجأة، بس المرة دي من غير بشر عليها تماما. وفي نفس السنة، سنة 1840 اختفى الطقم بتاع السفينة التجارية روني، لكن السفينة نفسها ما اختفتش، وكانت موجودة بكل محتوياتها والبضاعة اللي كانت عليها. وقتها لما الدنيا اتقلبت، التفسير اللي طلع قال إن حصل وباء وتسبب في وفاة جميع الأشخاص اللي كانوا على السفينة نفسها. ده كلام، بس ناس تانية طلعت هجمته ساعتها، وكان الرد عليه
طب وباء، هو الوباء هيخلي الناس أو الجثث تختفي؟ طبعا لأ. وطلع تفسير تاني إن السفينة دي تعرضت لقرصنة، لكن برضو التفسير ده مكملش، وناس طلعت تانية هجمته. ليه بقى؟ لأن كل محتويات السفينة نفسها كانت موجودة، بما فيهم مجوهرات باهظة التمن، يعني مقفورين في سعرها. صح؟ صح. طب يلا بقى نسافر لسنة كام؟ سنة 1872. السفينة ميري أبحرت سنة 1872 من نيويورك لإيطاليا. كان حمولتها ساعتها 1800 برميل من الكحول الخام. تمام؟ تمام. لكن حظها الوحش اللي خلى خط سيرها بيمر من مثلث برمودا. كان عليها طقم السفينة القبطان بيكش وزوجته سارة. يبص كلك قال يا سيدي اسمي سارة، اللي هي كانت دايما بتروح معاه في كل رحلاته. تخيل. وبنتهم صوفيا اللي كان عندها عمرها سنتين في الوقت ده، وأربعة من البحارة وطباخ ومساعد القبطان. وانطلقت السفينة، وبعد 8 أيام لما فتحوا بقى لآخر حاجة كاتبها القبطان كانت من 10 أيام، يعني قبل إبحار السفينة في رحلتها الأخيرة. تمام. طب ومحتويات السفينة كلها بقى موجودة بالكامل، والحاجة بتاعت البحارة مترتبة ومحطوطة في مكانها، حتى مخزون الأكل كان موجود وسليم. الله. طب حتى اسم حمولة السفينة 1800 برميل كحول موجودين يا معلم، ومنقص منهم حاجة خالص. ياخدوا السفينة يبدأ معاهم الجبل طارق اللي هما كانوا رايحين فيه، المفروض السفينة توصل فيه من الأول. وهناك تم تشكيل لجنة للتحقيق واستيفاء طقم السفينة ده. طب روح فين؟ حطوا كل الحلول، وبعد المعاينة قالوا مستحيل تكون السفينة دي اتعرضت لأي نوع من أنواع العنف أو نوع القرصنة. الله. ولا حتى عشان كل محتويات السفينة نفسها موجودة بالكامل. يعني انت متخيل حاجة وما تقص منها حاجة. ومن ساعتها محدش عرف يفسر اختفاء طقم السفينة ده لحد النهاردة، وبدون تفسير نهائي. سنة 1880 أبحرت السفينة أطلانتا، وكان على متن السفينة دي 290 فرد. اختفت السفينة أطلانتا وكل اللي كانوا عليها في منطقة برمودا من غير أي تفسير. أطلانتا هنا ما كانتش مجرد سفينة عادية، أطلانتا كانت قطعة من الأسطول البحري البريطاني. يعني احنا مش بنتكلم على مركب ولا باخرة عادي، تعتبر سفينة حربية وأكبر وأقوى السفن الحربية في العالم وقتها. عشان بس تركز معايا، ووقتها قامت أكبر عملية بحث موسعة، وعاد البحث مرات ومرات وعلى شهور بدون أي نتيجة ولا هوا. اختفت السفينة العملاقة أطلانتا ولم يتم العثور عليها حتى الآن ولا على حطامها كمان.